السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بمناسبة قرب شهر رمضان المعظم، أنا حابب أذكركم بآية وردت في كتاب الله سبحانه وتعالى، يقول فيها ربنا عن الإنسان: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. وهنا سؤال يطرح نفسه: لماذا خص الله سبحانه وتعالى العينين واللسان والشفتين دون باقي أعضاء الجسد في هذه الآية؟ ولفهم الإجابة على هذا السؤال ما علينا إلا أن نتخيل أن الإنسان كأنه جهاز كمبيوتر، وفي الحقيقة هذا الجهاز هو ثلاثة أشياء: أدوات إدخال للمعلومات، وأدوات استخراج أو استرجاع للمعلومة، وبرامج تشغيل. وبالنسبة للإنسان أصدق أدوات الإدخال هي العينين، وأصدق أدوات الإخراج هي اللسان والشفتين. فقد تجد في تعبيرات وجه إنسان معين رفض لأمر ما، وعندما يجيبك باللفظ تجد منه القبول، لأن أصدق ما يخرج ما بداخل الإنسان هو اللسان والشفتين. واللسان إذا تحرك وحده فهذا يعني أنه حديث داخلي، بينما اللفظ حركة للسان والشفتين. ثم يقول ربنا سبحانه وتعالى: وهديناه النجدين. جعلنا له برنامجين تشغيل، برنامج للخير وبرنامج للشر. ولفهم ذلك أيضا علينا أن نتخيل أن شركة أو إنسان قامت بتصنيع روبوت إنسان آلي، وجعلت في هذا الإنسان برنامجين تشغيل، أحدهما اسمته الخير والآخر اسمه الشر. ثم أعطينا هذا الجهاز أو هذا الإنسان الآلي معلومات تخبر بأنه لو استخدم برنامج الشر فسيكون له التلف والعطب والهلاك. ثم خيرناه في استخدام أي برنامج من هذه البرامج، فإن استخدم برنامج الخير أو برنامج الشر فهو من الصانع، لأنه هو من وضع هذه البرامج. وإن أصابه هلاك نتيجة استخدام برنامج الشر فهذا غباء منه. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول: كل من عند الله، الحسنة والسيئة من عند الله، لأنه هو واضع البرامج. ويقول أيضا أن الإنسان إذا أصابه شر أو سيئة فهي من نفسه، وصدق الله العظيم في هذا وهذا. ثم أمرنا ربنا سبحانه وتعالى أن نقتحم العقبة. وما أدراك ما العقبة؟ إيه تصوراتك للعقبة؟ العقبة ليست شيئا مخيف، ليست عقبة كؤود، وإنما هي عقبة بسيطة جدا: فك رقبة من ذل العبودية، أو إطعام في يوم ذي مسغبة. ناس زي الأيام اللي احنا فيها عايشة في مسغبة نطعمها. نطعم مين؟ يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. وما علينا إلا أن نستخدم الأدوات التي أعطانا الله إياها، وأصدقها في الإدخال العين، وبالعين وبالرؤية أشوف وأعرف مين يستحق المفاضلة، والأولويات تكون باستخدام هذه الحواس. وباستخدام هذه الحواس نستطيع أن نحدد الأولى فالأولى. واعلم أن أكثر صدق في العطاء هو صدق اللسان والشفتين، فالكلمة الحسنة صدقة، فأفضل من عطاء المال عطاء باللسان والشفتين. هكذا أمرنا الله سبحانه وتعالى. واعلم أنك لن تقبل منك حسنة سواء مادية أو معنوية أو باللفظ أو بالقول، إلا وأنك تؤمن أنه لا إله إلا الله، وأن هذا القرآن هو كلام الله الذي أنزله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وإلا لن تقبل منك صدقة أو حسنة، وستكون لك نار مؤصدة موجهة لتحرق الكفر الذي تغلغل في نفسك. وإلى اللقاء، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.